مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة ولقاء خاص. ضيفتي النهارده من أبناء محافظة بورسعيد، هي إعلامية وكاتبة متميزة، حصلت على ليسانس آداب جامعة القاهرة ودراسات عليا تمهيدي ماجستير وماجستير ودكتوراه من جامعة عين شمس. الرسائل هنا تنوعت ما بين الاغتراب بالنسبة للشباب وإزاي نختار شريك الحياة، ده بالنسبة لرسالة الدكتوراه، والاتنين ما كانوش بعيد قوي عن حياتها، لأن هي أول صدام ما بينها وما بين أسرتها وتحديدا والدتها كان علشان عايزة تكمل تعليمها الجامعي في القاهرة، وهنا يمكن هي أصرت وصممت، وده جزء ومحطة مهمة جدا، الإصرار في هذه السن الصغيرة إن احنا نستكمل ونتحمل المشاكل المجتمعية اللي هتواجهنا، اللي هي رصدتها في الماجستير قد ايه اللي ممكن الواحد يعاني في الاغتراب، لكن هو قرار وهي خدته هنقف عنده أكيد وهنتكلم فيه. ساهمت في يعني مساهمة كبيرة جدا في الدورات التدريبية المتخصصة في الإعلام وإدارة الأزمات، ده بجانب عملها الإعلامي. بدايتها خالص كانت من خلال شاشة القناة الرابعة في التلفزيون المصري، وهنا كمان هيكون جزء مهم نتكلم معاها فيه. هي تنوع الحقيقة مجالها الإعلامي ما بين تقديم وما بين إعداد، وده جزء مهم ومحطة مهمة هنحب إن احنا نتكلم فيها. كتب كتير ما بين الدراسات البحثية وما بين الرواية وما بين القصة القصيرة، أدب الخيال العلمي اللي هي بتحبه جدا، والكتابة للطفل. وهنا نقطة مهمة جدا، الكتابة للطفل، وما أصعب الكتابة هي كتابة الأطفال، إنك إزاي تتكلم معاهم، إزاي تشدهم وتجذبهم لهذا العالم، عالم الكتابة. كل التفاصيل دي طبعا بنتكلم على جوائز وتكريمات، فهي كثيرة جدا، زي جايزة مثلا على سبيل المثال إحسان عبد القدوس في النقد الأدبي مع حفظ الألقاب للجميع، وجايزة نهاد شريف في أدب الخيال العلمي، وغيرها وغيرها من التكريمات ومن الجوائز. ضيفتي اللي منورانا النهاردة في حلقة من لقاء خاص هي الإعلامية والكاتبة الدكتورة عطيات أبو العينين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي، ميرسي جدا على المقدمة. اهلا بيكي. اهلا بيكي. يعني خلينا كعادتنا في لقاء خاص نروح بورسعيد مع بعض كده بسرعه، ونشوف النشأة، البلد الجميله اللي مش بس الجمال الشكل والمنطقه والموقع، لكن التاريخ كمان. يعني بورسعيد، اسماعيليه، السويس ليهم مكان كده في قلوبنا، في كل المصريين في كل المحافظات ليهم مكانه في قلوبنا كلنا. العيشه والنشأة في المكان ده تأثيرهم على حضرتك كان ايه؟ وفعلا كان في يعني خلاف مع الأسرة ان احنا نكمل تعليمنا في القاهرة. لو حضرتك تكلمينا كده في البداية من بورسعيد. يعني طبعا انت جبتي طبعا الاصل، المنشأ، المدينة بورسعيد. بورسعيد بلد جميلة، يعني بلد ساحلي، جوها جميل، البحر طبعا، الفسحة نقول ايه، الأثيرة يعني لكل شخص في بورسعيد، سواء بقى في الصيف او في الشتاء، يعني على فكرة صحيح. زي اسكندرية وجمالها. فبورسعيد كمان بلد صغيرة، يعني تقدري تلفيها كلها في نزهة، يعني مش مثلا زي القاهرة كبيرة، لا، ناسها كانوا بساط جدا. الوقت الحقيقة اللي الواحد كبر فيه ودرس فيه كانت بورسعيد مختلفة كمان عن دلوقتي. يعني كمان بورسعيد تختلف قبل المنطقة الحرة عن بعد المنطقة الحرة. طبعا. تداخل يعني طبعا عناصر تانية مختلفة عن أهل البلد. الحقيقة يعني بورسعيد طول عمرها بتحوي الثقافة الكوزموبوليتانية. طول عمرها فيها أجانب، في حي الإفرنج وحي العرب، ده بوجود المينا كمان طبعا علشان المينا. فهي دايما بلد بتستوعب الغريب، وكان في طبعا الجريج زي ما بيقولوا، اليونانيين، وكل الجنسيات هتلاقيها موجوده في بورسعيد. فبلد الحقيقه يعني تعددت فيها الثقافات فيعني انت اوريدي بتبقي يعني عايشه، تقدري تستوعبي ثقافات مختلفة، تطلعي. يمكن احنا الوقت اللي اتربينا فيه وكنا في المدارس فيه كان فيه اهتمام حلو قوي في المدرسة، في موضوعات التعبير، في الثقافة، مسابقات ثقافية. المدرسين والمدرسات اللي كانوا بيدرسونا شيء فوق الوصف. هقولك من أول المظهر، الشياكة، الصوت، التعامل مع الطالب والطالبة. الحقيقة أنا لغاية دلوقتي ما بفتكر مدرسينا يعني برفع لهم القبعة.
ليه؟ التعامل السلس الجميل، حتى الصعبين منهم والقصاه لغايه النهارده احنا بنحبهم برضو على فكره، يعني بندين لهم بالفضل والله، لانهم قدروا يحطوا الخيط الرفيع قوي اللي جداً. هو تحترميني وتتكلمي معايا بادب، وفي نفس الوقت احنا قريبين لبعض جدا وبنحب بعض، فهم عملوا يعني الصعب. يعني طالما قلتي تحترميني هتفكريني بحاجه، يعني مثلا احنا ما كانش ممكن واحنا ماشيين بعد اليوم الدراسي نقول مثلا عبد الواحد مثلا على مستر مثلا او فلانه، يعني طبعا غير ايه اللي احنا بنشوفه طبعا. فلا يعني حتى الاحترام القدر كان عندك داخلي، انت بتحبي المدرس وبتجليه، وكان في ثقه في الاستاذ بتاعك، في المعلمه بتاعتك، لدرجه انه هتلاقي حتى لو القارئ لبعض القصص القصيره اللي موجوده اللي كتبتها في حاجات مستوحاه من شخصيات أكيد حقيقيه. اكيد يعني طبعا. انا كان عندي، يعني انا اقول لك ان انا تاثرت جدا بمعلمه سافرت فجاه، راحت اعاره، وفضلت لغايه النهارده انا زعلانه ان ما ودعتهاش، لانه قامت الحرب وكده وسافرت فما تقابلناش تاني. فبالتالي كان في مشكله بالنسبه لي لغايه النهارده. فقد ايه شوف انت متعلقه بالمرحله بمرحله، بمدرسينها، باساتذتها، بقد ايه المعلم بيرسخ فيكي نقول القيم. لا وقد ايه كمان يمكن في جزئيه مهمه يا دكتور، وهي انه في الفتره دي كان بيقدروا يخرجوا من الطلبه اللي قدامهم المبدعين والموهوبين وبيركزوا عليهم. انت في الطابور الصباح كل يوم في مجالات، في خطابه، في موسيقى، في تحيه العلم كان ليها اصول. يعني لا يمكن انك انت ترمشي وانت واقفه في تحيه العلم، انت بتحيي بلدك، علم بلدك، يعني لازم تكون بتحترمه. وانت بتقولي نشيد بلادي، واقفين وقفه معينه لا يمكن تتكلمي، ولو كلمت تبقى انت خاين. فمن هنا جاء الانتماء. صحيح. فطبعا يعني البلد كلها كانت مؤهله انه نقرا. طبعا كان في مكتبه الاستاد العامره، طبعا اتهد الاستاد دلوقتي. كانت مكتبه ضخمه جدا جدا جدا، كانت داير ما يدور، يعني عباره عن دائره كتب في كل اشكال الثقافه، موسوعات، قواميس، كل حاجه. وكانوا يعني حافظيني هناك، يعني كانوا حضرتك كنت محبه للقراءه جدا جدا. يعني هل البيت كان فيه مكتبه؟ كان في مكتبه انا بدات اكونها. حضرتك اللي بداتي انا تكونيها؟ كبيره، انما في الاصل ما كانش في مكتبه. ما كانش في مكتبه. انت عملتي مكتبه؟ انا كبيره وبدات. مين في الاسره محب للقراءه وحضرتك طلعتي له؟ يعني بابا بيحب القراءه جدا. بيحب كمان الحكايات والاساطير، وكان دايما يحكي لنا. الجده طبعا، جده، يعني احنا عندنا جده مشتركه، الام والاب في قرابه، وايضا الجده للزوج كمان، فيعني مشتركه. فطبعا دي كونت لدينا، جدتنا ما كانتش بتنطق الكلام بالعاميه، كانت بتنطقها بالفصحى. فحببتنا في اللغه، وحببتنا في الحكايات، وحببتنا كمان في الانسانيه. يعني لديها القيم، الاخلاق، حب، التربيه الجميله بتاعتها، كل حاجه. فكل حاجه حواليكي كانت جميله، يعني لدرجه انك انت ما واجهتي العالم بره، لا مش هو اللي داخل الاسره. صحيح. عالم مختلف تماما. صحيح. ولكن اللي خدتيه وطلعتي بيه هي اجمل حاجه القراءه، وحب التعليم، وحب الدراسه، وحب الثقافه بشكل عام. طيب هنا فعلا في كان خلاف مع الوالده ان انت رافضه تماما انك انت تتركي بورسعيد؟ يعني مش خلاف بمعنى المفهوم، ولكن طبعا انت عارفه اي والده طبعا عايزه بنتها جنبها، خايفه على بنتها في سن صغيره، وهتتغرب ازاي؟ يعني ازاي تروح؟ طب ما في هنا معلمات، البنات كلها بتدخل معلمات. كان ساعتها فاتحه، اول ما فتحت كليه التجاره في بورسعيد. انا طبعا ما بحبش الرياضه، يعني انا بعيديني عن الارقام. والمعلمات ما استهوتكيش؟ لا انا مش عايزه اطلع مدرسه، مع كل الاحترام طبعا لمدرسينا وكل مدرس ومعلم طبعا. يعني لكن انا يعني في دماغي حاجه تانية. فيا ماما انا لا مش هدخل تجاره. انا لو قلت لك ان تجاره حطيتها الرغبه 23 وخفت تجيلي، فرحت شلتها، حطيت عليها تيكت تاني. فقلت لها لا معلش يعني. لكن بابا كان مشجع، يعني كان في كلمات ثقه، يقول لا انا ما اخافش عليكي لو رحتي في اي مكان، بنتي اهل للثقه. فبالتالي دعمني، وبالتالي هي قالت يعني طبعا وصايا الام وكده، لكن خلاص طالما انت عايزه تعملي ده. في الاخوه الاولى الكبرى اكبر بنت طبعا. هل في تعامل مختلف كان مع البنت الكبيره؟
كان في اعداد تحمل المسؤوليه. طبعا. يعني كان دايما بابا يقول انت الاولى، فبالتالي انت الكبيره، يعني كل اللي هيطلع بعديكي هيشوف انت بتعملي ايه وهياخد منك، فلازم تكوني قد الثقه دي، ان تكوني واجهه لاخواتك، انه ما يشوفوكي يحبوا يقلدوكي، فبالتالي يشوفوا حاجه حلوه. صحيح. فدايما كان هو في الجزئيه دي يدعم ويوجه من بعيد. يعني حتى واحنا صغيرين ما يقولكيش انا مثلا هراقبك، لا، انت تمشي كويس وتبقي معتدله في سلوكك، انت هتلاقيني في اي مكان، ممكن تشوفيني في اي حته، فلازم تكوني ملتزمه بالسلوك الجيد، وطبعا تكوني على قد المسؤوليه. فطبعا ده كان مهم، فهو ربى فينا من صغرنا الحقيقه الثقه، لكن ما كانش بيفرق بين كبير وصغير، لكن كان دايما يحط الواجهه، انت دايما لازم تكوني واجهه للاب للام لاخواتك الصغيرين، فده كان اهم حاجه. واضح ان حضرتك على مدار الحياة وفي كل مرحلة كنت بترصديها، حتى واحنا لسه ما دخلناش الجامعة ولسه ما عملناش ماجستير ولا دكتوراه، بس في الاغتراب وانك انت قررتي انك انت تكملي الجامعة في القاهرة مريتي بمرحلة ورصدتيها بعد كده في رسالة الماجستير. هنقول هو في فرق بين الغربة والاغتراب. تمام. يعني الغربة انت من مدينة رحت مدينة تانية، اوكي، لكن كمان في غربة تانية. يعني انا ممكن نبقى قاعدين انا وانتي مع بعض، لكن انت غريبة عني او انا غريبة عنك. بندي دايما مثل، بنقول ان الناس اللي في السينما، في قاعة السينما، هم كلهم وجهة واحدة، اتفرجوا على حاجة واحدة وبيتفاعلوا واحد وبيتفاعلوا، لكن هم اغراب عن بعض، هم اغراب عن بعض. صحيح. تماما. فهي الاغتراب حاجة تانية كمان. الاغتراب انا ممكن اكون عايش في وطني في اسرتي، لكن انا حاسس باغتراب شديد. ليه؟ لانه انا وده هتلاقيه في الاجيال الجديده الحقيقه للاسف، وفي كل جيل هنلاقي طبعا ده، لكن احنا بقينا بعاد قوي عن بعض. يعني هنقول في زمن التكنولوجي الكبير ده، برغم التقارب الشديد، ان انا طول النهار ممكن ابقى معاكي، ممكن شات معاكي طول النهار على اكتر من اي حاجه، برنامج او تطبيق على السوشيال ميديا او كذا، ولكن على قد ما قربنا على قد ما بعدنا جدا. هذا القرب خلى فيه تباعد. صحيح. يعني اقصاها ايه؟ هتعمل لي بلوك ديليت فخلاص العلاقه انتهت. انفولو انفولو ورايح دماغي. فانت تخيلي مثلا علاقه سنين طويله وتنتهي ببلوك، يعني ده ايه ده؟ عشان كده اطلق عليه العالم الافتراضي. فهو اللي بيضيع وقتنا وعمرنا وساعات طويله جدا على هذا العالم. وبعدين بقى في مشكله، انت هناك عين راصده، انت بيتقاس عليكي او بيتقاس الوقت اللي انت بتقعديه قد ايه. يعني هم شايفين انت بتهدري وقت قد ايه، في حين اللي صدر لك التكنولوجي ده هو ما بيعملش كده. هو ليه وقت محدد طبعا. حتى في عمر محدد. صحيح. للطفل انه يبقى له اكونت على الفيسبوك او على السوشيال ميديا او كذا، ويبقى في رقابه. احنا للاسف دخلنا العالم ده، ويعني هنقول عمقنا في الابحار، لكن حتى بدون خبره وبدون يعني حتى الناس، حتى في تعليقات، يعني هنقول حتى احنا شايفين تعليقاتنا او تعليقات بعض الناس على الفنانين والفنانات، وكأنك بتتعامل مع حد، مع الاحداث العامه، مش لحم ودم. يعني على بالظبط، يعني انت بتتعامل يعني مثلا على سبيل المثال قضيه عبد الحليم حافظ وسعاد حسني اللي الدنيا بتتكلم عنها. الراجل توفاه الله والست توفت، صح، وما بقاش باقي منهم غير الاعمال الجميله اللي احنا بنستمتع بيها. ازاي احنا شاغلين بالنا ليه بعلاقتهم؟ هم كانوا متجوزين ونثبت ونطلع اثباتات. لو شفت الغرض، هو غرض دنيء جدا، وهو الترند. طبعا عبد الحليم ليه شعبيه كبيره، سعاد حسني لها شعبيه كبيره، انت ازاي تستحل كلام خاص اتقال بين اتنين وتنشره على الملأ؟ انت ليه في الحاجات العامه؟ وانا اكد لي ان ده كلام حقيقي فعلا. طب وايه اللي اكد لي ان ده كلام هي كتبته فعلا، وطلعت اختها وكذبت على فكره الكلام بالظبط. وفي النهايه انا كشخص انا مستفيد ايه؟ ان انا هاثبت ان عبد الحليم كان متجوز سعاد حسني او ما كانش متجوزها، او متجوزها عرفي او ما كانش متجوزها، قضيه او حبوا يعني بعض او يعني بجد بنهتم، او الناس بدات تحط حاجات، وفعلا زي ما حضرتك بتقولي هو عايز يعمل ترند. هو ترند بغض النظر مش فاهمة عن القيمه، عن الاخلاق، عن اي حاجه. وقضايا كثيره جدا بدأنا تثار على الساحه وعلى السوشيال ميديا
منعدمة الضمير والأخلاق. يعني احنا سيبنا القضايا المهمة، احنا بنشوف أطفال فلسطين بيموتوا والناس والشعب بيموت كل يوم. طب أنا عايزة الحماس ده لهذه القضية، وقضايا كبيرة. احنا يعني نقول سواء الدولة سواء الوطن سواء العالم، احنا على محكات من نار يعني. صحيح. احنا صحيح. على صفيح ساخن زي ما صحيح. بيقولوا. صحيح. فاحنا نهتم بما يعني هو أهم، نقوي الأرضية بتاعتنا، نقف ورا قيادتنا. صحيح. كخلفية قوية. صحيح. لكن ما نبقاش كده ورا كل يعني شيء دي, دي سلبيات السوشيال ميديا الحقيقة اللي ياما بنتكلم فيها. فطبعا يعني احنا كان وقتها احنا بنتكلم في الإذاعة المدرسية كل يوم، طابور الصباح، موسيقى، حصة الموسيقى، حصة الألعاب الرياضية، تدبير المنزلي، مع اني كنت بحبها بس كلنا بنحبها، بس عرفنا قيمتها. زراعة. لكن يعني انت عندك تنوع، يعني انت ما بتحبش مثلا كذا ادخل كذا بالظبط. مرشدات كل حاجة. فانت بتطلعي طاقة. يعني طبعا جماعات رياضية، مسابقات، مهرجانات. انا كان عندي مديرة مدرسة كان اسمها أبلة سعاد مراد، دي يعني انا بترحم عليها. أبلة سعاد مراد دي كانت هايلة، يعني كانت تجي لي انا طالبة في الفصل وتقول لي انا عايزاكي تعملي لي مثلا قصيدة، عشان انا كنت برضو في اتحاد الطلاب. فتقول لي اعملي لي قصيدة عن احنا هنقابل مثلا وفد من كذا فعايزاكي. فانا طبعا بقى يعني عايشه الدور، اقول ازاي جايه تقول لي دلوقتي؟ طب انا يعني عايزه وقتي علشان اخد الفرصه، وهو الالهام حاضر كده في اي وقت. فطبعا هم ادوكي يعني برستيجك وثقه في مدرسه، في المعلمه، في المديره. فطبعا الثقه اللي الواحد بيشوفها دلوقتي او حاسس بيها لا اترسخت عبر سنوات يعني. هرجع تاني للغربه والاغتراب والفرق اللي حضرتك شرحتيه ما بينهم، وتناولتي ازاي في الرسالة؟ وهل اغتراب حضرتك عن بورسعيد للقاهرة كانت جزء من الحالة المرصودة؟ لا، هي طبعا كان غربة عن أسرتي يعني هو حسيتي بيها. لكن أنا كانت الدراسة اللي كنت عاملاها، وطبعا نزلت كتاب بعد كده في الهيئة العامة للكتاب، الاغتراب لدى الشباب الجامعي. طبعا أنت بتبص تلاقي الشباب بالإضافة أنه هو مغترب عن بلده، طبعا بتلاقي من كل أنحاء المحافظات موجود. في نفس الوقت هو بيشعر بمشاعر اغتراب، بمعنى مثلا الانفصال عن المجتمع، الانفصال عن المجتمع اللي هو عاش فيه وتربى فيه، فطبعا بقى منسلخ عن ذاته وعن المجتمع، عن التغيرات اللي حاصله، فبالتالي بتبعده. في ناس بتتآلف وبتدخل وبتندمج، وفي ناس لا. الشيئيه انك تشعر انك انت مجرد شيء، يعني انت مالكش وزن، ما عندكش، ما فيش ثقه بالنفس. حاجات كتيره جدا في صفات او يعني عناصر الاغتراب النفسي، وموجودة طبعا بحثت في الفلسفة من زمان جدا. ولكن أنا كان طبقتها في علم النفس، يعني أوجدت صفات ويعني أكتر من صفة الحقيقة، وربطتها بحاجة مهمة جدا، وهي المشاكل اللي كانت موجودة في الوقت ده، واللي أعتقد أنها موجودة لغاية النهاردة. يعني مشكلة الإسكان موجودة، ما لم تحل حتى الآن، حتى وإن كان في حلول جزئية، إلا أننا بنعاني من مشكلة الإسكان للشاب اللي بيتخرج. غلاء المعيشة برضو بتعاني منه النهاردة، وهيفضل طول عمره الصراع ده موجود. لأن مش ممكن أنك أنت، وخاصة يعني احنا كنا زمان بنقول في طبقة متوسطة، احنا النهاردة انعدمت الطبقة المتوسطة، فبقت الطبقة الفقيرة جدا والطبقة الثرية جدا، ففرق شاسع. فالطبقة المتوسطة دي اللي كلنا او معظمنا منها، هي دي اللي كانت بتطلع الإصرار على انك تنجزي، وانك انت تبقي حاجة، وانك انت لا تبقي طبقة الدنيا ولا مش متشبثة يعني ممكن بالمنطقة بتاعتك. ممكن تبقي طبقة عالية، بس ممكن ما تبقيش ثرية يعني. يبقى الطبقة المتوسطة دي بتنقسم كمان إلى طبقات. طبعا. فهو طبعا في ظل المستوى الاجتماعي الاقتصادي، فكانت الدراسة بتدور على ده، فطبعا مشاكل عديدة جدا. طب ارتباطك يا دكتور بالشباب، احنا عشان نرصد حاجة زي كده، عشان كده كنت بسأل حضرتك الغربة لمكان آخر كان جزء من الحالة اللي بترصديها، ولا لا الاقتراب في الفترة دي من شباب كتير بتشوفي مشاكلهم طبعا. فده كان جزء من الرصد؟ طبعا جزء نفسي برضو، يعني انك انت تاخدي جزء الغربة،
وكان هناك فرق طبعا بين الغربه والاغتراب، كان دايما بتوضح في الدراسه او العمل اللي بقدمه. وفي نفس الوقت انت معايشه 4 سنوات، وبعديها انا يعتبر ما انفصلتش عن الجامعه ابدا. بالظبط، ما بين تمهيدي وماجستير ودكتوراه، فانت استمريتي الحمد لله. فيعني ايه، كان نفسي ان انا اخد الماجستير والدكتوراه في وقت قياسي بعد التخرج، وده حصل الحمد لله. وان كنت تعطلت شويه في الماجستير لان المشرف بتاعي كان سافر وحصل بقى يعني تغيير اشراف وكده، لكن كان مهم جدا الفكره دي، انه انت بترصدي المشكلات اللي حاصله. انت شابه لسه في مقتبل العمر وبتشوفي المشكلات، انت بتتعرضي لهذه المشكلات ما بين انك انت مثلا مرتبطه بشخص وعايزه تحققي حاجات، وظيفه مفيش وظائف، اسكان صعب عليكي، انت كواحده خريجه هتجيبي منين؟ يعني كان ساعتها طبعا التمليك يعني ما كانش طبعا زي كده بالملايين، لكن برضو كان بالنسبه للوقت ده كان برضو يعتبر بالقياس. بالزبط. فهي المشكلات الحقيقه بتتصاعد مع فارق الزمن ومع فارق الاختلاف الاسعار، لكن المشكلات موجوده وقائمه. هاخد حضرتك لرساله الدكتوراه، واللي حضرتك يعني ركزتي فيها على اختيار شريك الحياه، وبما ان حضرتك كمان يعني برضو الفترة اللي عملتي فيها الرسالة يا اما كنت لسه متزوجة حديثا يا على مشارف الزواج من طبعا الاعلامي والكاتب الكبير دكتور صلاح معاطي اللي كان منورنا في حلقة من حلقاتنا في لقاء خاص، يعني كل التحية له الحقيقة. وهنا في قرابة زي ما عرفت كده ما بينك وما بين دكتور صلاح، وهل برضو الحالة اللي حضرتك مريتي بيها كانت جزء من الرصد في اختيار شريك الحياة؟ يعني ذكاء طبعا من الاعداد ومن حضرتك انك انت تعرضي ده والربط ده. بالفعل انت معايشه، ويمكن احنا خدنا وقت كبير جدا في الدراسه ان يقول لك ازاي تختاري مشكله البحث. فبالتالي انت عايزه تعملي حاجه انت حاسه بيها. فزي ما قلنا في مشكلات قبل كده في الماجستير عن مشكلات الشباب والاغتراب، وداخله معاها مشكلات التوظيف والغلاء والاسكان وكذا والمواصلات وارتفاع مستوى المعيشه وقله الراتب الى اخره، الى اخر المشكلات. يمكن انا رصدت حوالي 17 مشكله ساعتها، ودي على طبعا على حسب الرينج او النسبه المئويه لاعلى نسبه مئويه يعني. طبعا في الدكتوراه طيب الشاب ده بيتخرج، عارفه كانك بتواصلي حاجه، بتواصلي قضيه. فطبعا مشكله كل اتنين اختيار شريك الحياة طبعا. سواء البنت او الولد. صحيح. وهتفضل من ايام ادم وحواء الى ان ينتهي الكون. فبالتالي مش يعني المشكله دي قائمه لن تنتهي. صحيح. صحيح احنا المفاهيم اتغيرت. يعني زمان هتبص تلاقي كانوا بينادوا ان الست مهما حصل انت تقعدي في البيت. طبعا. يعني النهارده احنا مختلفين برضو. يعني احنا بننادي باهميه الاسره وترسيخ البيت وكل حاجه، بس كيان المراه في بعض الناس يقول لك ايه كيان المراه في بيتها. انت لو ما حسستش المراه بكيانها بوجودها ان هي يبقى كائن مستقل ليها استقلاليتها، يبقى في خلاص يبقى انت مش هتاخد منها حاجه. طبعا. هي الزوجه دي مش هتبقى ام. الام دي ازاي تدي ثقه للابناء وتربيهم على الثقه وعلى الاحترام وهي بتهان وتضرب مثلا. بالظبط. فحتى الطفل اللي انت بتشوفيه، يعني الطفل ممكن يكون خانع وساكت لكن بيشوف امه بتتضرب، تفتكري يعني هيطيعها ازاي ولا يسمع كلامها ازاي؟ غير طاعتها. المشاعر الدفينه بقى اللي بتبقى جوه في الطفل طول عمره سواء بنت او ولد. البنت بتقول لك ممكن تاخد قرار بعدم الزواج، تقول لك انا ايه اللي يخليني اتجوز واتهان كده، او بيترسب بداخلها كراهيه للجنس الاخر. صحيح. حتى لو استشهدنا ببئر الحرمان. بئر الحرمان يعني جسد لنا المشكله دي. سعاد حسني طبعا ومريم فخر الدين يعني الروعه كلها واحمد مظهر. فبالتالي انت بتشوفي ام رضيت ان هي تعيش كخادمه، قالت له انا عايزه اعيش ولو خادمه بس اعيش لبنتي. هي طول الوقت بتشوف الام بتبكي في الخفاء. طب ايه لدرجه ان هي بقت خلاص بتعاني من شخصيتين. صحيح. شخصيه حتى اللي بتكره امها الخانعه الضعيفه، وشخصيتها هي اللي بتبين ان هي عندها الجرأة، عندها تعمل اي حاجة في اي وقت من الجنس الاخر. صحيح. فهنا جت منين دي؟ جت من علاقة الام بالاب. عشان كده بنقول احيانا بيكون الانفصال مفيد
للاسره للولاد كمان. لكن لو امنا الاسره يعني، لكن احيانا نقول احنا هل مجرد ان يبقى موجود اشخاص تحت سقف واحد 4 حضرتك حيطان. ليكي تجربه الكتابه في الطلاق. انا عملت الزواج وعملت الطلاق. مش كده؟ طيب احنا هندخل في الطلاق. سيبنا الزواج بسرعه كده. بس فاصل وهنرجع نستكمل حوارنا. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ومرة تانية برحب بضيفتي اللي منورانا النهارده الإعلامية والكاتبة الدكتورة عطيات أبو العينين. أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بيك. زي ما حضرتك قلتي كده بسرعة ما لحقناش نتجوز. هناخدك كده للكتاب اللي حضرتك كتبتيه عن الطلاق. وده بيخلينا نستكمل حوارنا إنه يعني الزمن ما عادش زي الزمن، واستيعاب الطرف الآخر لأنه الست لازم تثبت وجودها، ده علشانك وعلشان البيت وعشان الولاد. صحيح. ده ممكن يكون مش موجود في بعض الأحيان. كمان الطبايع اللي اختلفت، البنات برضو اتغيرت عن زمان، اللي بتسمع كلام الأم، اللي بتسمع كلام ده اختلف. حضرتك رصدتي كل هذه الأنواع وكل هذه المشاكل؟ هو طبعا يعني احنا مش بنبعد بعيد ابدا، يعني هو الكلام عن الزواج هو الكلام عن الطلاق، بس العكس، يعني اذا كان ده موجب يبقى ده سالب. يعني انت بتختاري شريك الحياه تكافؤ، يعني لو الشخصين مش متكافئين. يعني علي وانجي احنا في وقت من الاوقات قلنا انه ازاي يتجوزوا، كنا مشجعين في الاول، لكن حقيقي لما بنكبر بنقول هل يا ترى الزيجه دي هتستمر؟ يعني هل انجي هتستحمل ظروف علي، رغم ان علي كان بقى ظابط واختلف الوضع؟ هو مش احنا بنتكلمش كمان عن الظروف الماديه وفقط، الظروف الحياتيه المجتمعيه. مهم جدا. الحياه انت جايه من بيئه معينه بالزبط. بمعدل صرف معين. يعني هقول لك، بس مش هدخل في الحاجات الاساسيه. هل واحده زي انجي اللي بتستخدم برفيوم معين براندات معينه، هل دي هتستحمل العيشه البسيطه؟ هتركب مواصلات؟ طبعا ده مع الفارق في القياس. تعالي بقى نقيس على الطباع، على واحد مش بيأيد انها تكون متعلمه، تكون بتشتغل، مع ان كل شيء يعني ممكن تكون متعلمه، وشوفنا كتير جدا بيحصلوا على دكتوراه وبتقول لك انا هقعد في البيت عشان اربي الاولاد. صحيح. انا شايفه ان دوري مع الولاد. انت حتى احنا كلنا بنيجي فتره معينه بنقول نشعر ان البيت محتاجنا، خلاص انت بترسخي كل حاجه تقف. بترسخي حاجه معينه في وقت تنشئه الاطفال، فبالتالي دي كلها في اختيار شريك الحياه. ما بين والمستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، التكافؤ في التعليم مهم جدا، التكافؤ في المستوى الاجتماعي الاقتصادي مهم جدا. في كوارث بين كل شرط من الشروط، في حاجات كتيرة جدا. الدين، التكافؤ، ده يعني متدين، درجة التدين بتاع كل واحد. هل هتاخدني هتعني على اني يعني ابقى حد ملتزم، ولا هتاخدني في حتة تانية؟ صحيح. انت اختيارك ايه؟ فبالتالي احنا لما بنيجي بنقول اللهم اعني على طاعتك. صح. فبالتالي هل الشريك ده هيعينك على طاعة؟ هل هياخدك انك انت تنجز في حياتك، ولا الكيرف هينزل؟ يعني في حاجة اسمها المنحنى الاعتدالي. المنحنى الاعتدالي في التوب اللي هو الجرس المقلوب. هل هنوصل للتوب، ولا مش هنستمر على القمة، ولا هننزل بسرعة؟ الكيرف هينزل. فبالتالي انت زي ما بحط شروط للاختيار الزواجي، هي نفسها تبقى العكس. شرط التعليم، لو مفيش التكافؤ هيحصل ايه؟ هيحصل خلاف في الفكر، خلاف التعامل. حتى لو قلنا ادينا مثل ظريف، خفة الدم او خفة الظل، واحد دمه تقيل قوي وواحد دمه خفيف قوي، الاتنين هيعيشوا مع بعض ازاي؟ حتى ده صعب. انت لازم تختار حد متناسب معاك، حد بينام في النور وحد بينام في الضلمه، حد متزمت جدا وحد منفتح جدا، حد انبساطي وحد انطوائي. انت ده كله مهم. انت بتختار حد. يعني بصي، في نظريات للزواج كتيره. في نظريات بتقول بالتماثل، ان انا اخد حد شبهي، وتيجي في حد تاني يقول لك وانا اخد حد شبهي ليه؟ ده شيء ممل جدا. ما هو ده بقى جزء مهم انا عايز اخد حضرتك فيه، وهنا هتسمحي لنا ان احنا ندخل شويه في الحياه الخاصه. فكره ان انا كاتبه، وانا متزوجه ايضا من كاتب، اعلاميه وانا ايضا متزوجه من اعلامي. لو بنتكلم بالعين لاوجه تشابه، فقدامنا اوجه تشابه لدرجه ان احنا الاثنين بنكتب كتاب مع بعض. يعني فهنا في اوجه تشابه.
ده يخلينا نقول مش حسد بقى، مش بنحسد فما تخافوش في خشب ان احنا مفيش اختلاف. هل معقول حياة زوجية مفيش فيها اختلاف؟ لا، احنا متشابهين في كل حاجة. واحيانا في رأي اخر يقول لا، ده المفروض يكون في نوع من يعني التضاد شوية علشان خاطر يبقى في الرأي والرأي الاخر عشان الحياة تمشي. لكن لما يكون الحياة متشابهة بالشكل ده، اوصفها لنا حضرتك بقى. قد يبدو للوهلة الأولى إنه في تشابه أو تماثل كبير جدا، لكن بالتأكيد ما فيش اتنين كوبي من بعض. يعني مش ممكن أبدا يعني هتلاقي حد زيك بالظبط شبيه. يعني في حد عصبي شوية، في حد أهدى شوية، في حد يعني مرن، في حد أكتر مرونة كده. فبالتالي الفروق دي على الطرف الآخر يعني أيا كان فيهم لابد إنه يكون عنده الاستيعاب. لو ما فيش الاستيعاب ده هيحصل الصدمة أو هيحصل الفرقة لا قدر الله. فبالتالي يعني انا وزوجي احنا في قرابه، لكن ما هوش زواج اقارب. يعني احنا ما اتجوزناش مثلا عشان هو قريبي فبابايا قال لي اتجوزي قريبك يا بنتي او كده. لا خالص، بالعكس احنا قرايب وما شفناش بعض غير بعد الهجره. يعني هو من السويس واحنا تعرضنا للتهجير طبعا احنا وهم. فبالتالي وانا في الجامعه بدانا نشوف بعض ونتعرف. هم كانوا مقيمين في القاهره وانا جيت من بورسعيد وهم اصلا كانوا من السويس. فبالتالي بدانا نتعارف. جمعتنا المكتبه. فطبعا حب القراءة. طبعا حب القراءة. قرأت ايه لمين كذا. طب بتكتب ايه؟ فبدأنا نقرأ مع بعض الحاجات اللي كاتبينها. وبالتالي بدأ هنا في تفاهم، في استكمال، في تكامل. وبالتالي بدأ من هنا في تشجيع. هو بيشجعني انا بشجعه. من هنا بدأت العلاقة. في هذا السن كنت حضرتك بتقدري ترصدي وتقولي يعني دايما السن الصغير فرحانة، حد بيحبني، خطوبة، فرح، فستان، ولا كنت اكثر يعني نظرة مستقبلية ودقة في ان انا اختار ازاي والتوافق ما بيننا يكون ازاي علشان خاطر الحياة تستمر؟ كنت بتفكري في ده وانت في سن صغير؟ يعني انا بحييكي لانك جبتي نقطة مهمة جدا. هي بتكون نقطة زي ما هي بتدفع للزواج هي بتدفع للطلاق. ليه؟ في بنات بتحب قوي انها تتخلص من بيت الاسره. وهنا برضو هنرجع لبيت التنشئه. طبعا. انت الاسره اللي نشأتك كانت عنصر جاذب ولا عنصر طارد؟ انا ببقى عايزه اتخلص من البيت باي شكل. فبالتالي اول واحد بيقول لي بحبك او بيبقى في نوع من التفاهم او واحد بتقدم يلا اخلص. عايزه البس فستان خطوبه، عايزه البس فستان زفاف. والبنت ما بتفكرش في اي حاجة. مش بنقول الكلام ده عشان احنا عدينا بالمراحل ده، لا الحمد لله. كان الواحد من الصغر كان طبعا توجيهات برضو الاب والام، وان هو بينشئك ازاي وبيفهمك وبيقول لك ده حتى لو بشكل غير مباشر على فكرة. يعني احنا مش بنقعد نقول لك افعل ولا تفعل. لا خالص. ولكن بتشوفي كمان الرسائل اللي بتوصل بتشوفي التعامل بين الاب والام. بالظبط. يعني ده نوع من التعليم ده بيوصل. احنا اتربينا في بيت عمرنا ما شفنا الاب بيهين الام. بالعكس ده كان بيجلها ويقدرها. واخر كلمة لوالدي حافظوا على دي علشان ما عادش من ده، ما عادش من النوعية دي. خلاص خلصت. فبالتالي قد ايه انت بيخليكي تتمسكي بالام. الام كانت بتوصي ازاي على الاب وازاي واحترموا باباكوا. ولما يجي مثلا من السفر او كذا، بابا كان بيشتغل في القناة فكان بيغيب كذا يوم ويجي. فاحترام الاب في البيت، احترام وقدسية وقت الاب في النوم، في الكلام، في كذا. فده كله بيرسخ الفكرة انك انت بتحترم الاب. النهاردة احنا ما بنشوفش ده. الام بتهين الاب والاب بيهين الام. فبالتالي مفيش احترام. فان الطفل او هيحترم باباه ازاي او والدته ازاي اذا كان هي بتهان؟ فبالتالي كل ده بيرسخ. فلا ما كنتش يعني بالعكس احنا عايزين نعتمد على نفسنا. كان بابا دايما بقى بيشجع يعني. وبعدين ذكي جدا. يعني مثلا لما يلاقي في ميل لحد، طب يا ترى انت بتميلي لمين في هو مين بالظبط؟ هو خبثت السؤال. طبعا. لكن يعني وطبعا كان بيستوعبني قوي. يعني لو قلت لك ان كان بابا انا كنت صريحه جدا معاه قبل ماما كمان تستغربي. يعني بابا كان برضو عنده قدر من الانفتاح. عايز ياخد منك، يشوف يعني خليكي تقولي. فبالتالي ياخد منك ويدي النصيحه عن بعد.
فبالتالي ده مهم ان طبعاً الاب يكون طبعاً. قريب من ده نوع من التربية، اولاده. ده نوع من التربية. الام تكون صديقه. طبعا كلنا بنبقى في فتره المراهقه بيبقى في تصادم زي ما قلتي مثلا في مرحله اختيار طريق التعليم، لكن بعد كده بنقترب من الام جدا. طبعا. لانه فتره الخوف هي الام بتبقى حاده ليه وشديده ليه، بتبقى خايفه. بالظبط. خوف الام بالظبط. غير خوف الاب. بالظبط. الاب بره، الام جوه بتبقى خايفه، مش عارفه ايه اللي بيحصل بره، وبالتالي بتبقى حذره شويه. بدليل ان هي مجرد ما الاب بياخد القرار هي موافقه. تمام، مش انت خدت القرار انا موافقه. وخلي بالك انه يعني قد يظن البعض ان الاب بياخد القرار لوحده. هو حتى العائلات زمان يقول لك ايه، هو الاب واجهه يعني. بس في تشاور طبعا، في تشاور دي بيتم المهمه طبعا. يعني مثلا متقدم حد لبنتي مثلا، ايه رايك نعمل ايه؟ هي الام برضو ليها نظره والاب ليه نظره، فبالتالي النظرتين مع بعض صحيح. يعني ممكن تقول له على حاجات هو ما ياخدش باله، والعكس صحيح. فمهم جدا، والا كان ربنا خلق جنس واحد. بالظبط يعني بالظبط. فده مهم جدا. طيب هاخد حضرتك للاديب الكبير احسان عبد القدوس، وحضرتك خدتي جائزه النقد الادبي، جائزه احسان عبد القدوس للنقد الادبي، وهنا احسان عبد القدوس شرح المرأة يعني من أكتر أدبائنا اللي وصفوا المرأة في أكتر من حالة بشكل مفصل جدا. حضرتك شايفة وصف المرأة من كاتب كبير بحجم إحسان عبد القدوس كان شكله إيه بالمقارنة بوصف المرأة للمرأة؟ طبعا يعني إحسان شرح المجتمع وشرح المرأة. يعني الأشياء المسكوت عنها هو عراها في المجتمع، وبدل ما كنا بنغلف بعض المشاعر او كذا هو قالها صراحة في وقت هو كان اكثر جرأة من كتاب عصره، وكان بيتبصل ده لا ده ازاي يقول الكلام ده او ازاي يقول الحقائق دي، او لا هو بينسب للمرأة مشاعر او كذا. صحيح في حاجات بتبقى زيادة شوية، ولكن هو الحقيقة يعني عالج بشكل نفسي رهيب جدا. يعني في كل القضايا زي ما بقول لك، يعني بئر الحرمان، النظارة السوداء، سواء يوسف السباعي او احسان عبد القدوس، الحقيقة كانت كتاباتهم متميزة. يمكن احسان هو في الجزئية دي بالذات كان متميز فيها جدا، وبقى غير نجيب محفوظ كمان. يعني حتى طبعا. المرأة عند إحسان غيرها عند نجيب محفوظ طبعا. فبالتالي وده كان الجمال في الوقت ده. فبالتالي انت التنوع وهو حط التنوع من البيئات المختلفة، حط ايده على مشاكل ممكن تكون مشاكل داخلية، ممكن تكون مش مثارة على المجتمع، لكن بتكون اسباب في الحياة للانفصال، لقطع علاقة، حاجات كتيرة جدا. فبالتالي انت مثلا لما عرض يعني مثلا في فيلم النظارة السوداء، المشكلة هنا مشكلة كبيرة جدا طبعا. ازاي عولجت، ازاي تم تبديل الادوار ما بين مادي وما بين المهندس، وبالتالي خلى الادوار تتبادل. صحيح. في وقت انا بنصحها، في وقت اخر هي اللي بتنصحني، فمعناها انه ما حدش كبير على النصيحة. صحيح. وانك انت النهاردة في مكان انت ممكن تختلف وتدور الدنيا وتبقى في مكان اخر في نفس موضع التساؤل. صحيح. بتختار ايه؟ هل هتختار قضية العمال والدفاع عن الحق، ولا هتختار الفوضوية، ولا هتختار التسلق للمنصب؟ حاجات كتيرة جدا بيعرضها. صحيح. وهنا صحيح. جاب بنت المدير الجريئة برضو اللي هي مودرن وكل حاجة، وواحدة كانت عايشة في فوضى، لكن ما ننساش ان هو ارجع ده للبيئة اللي هي عاشتها. صحيح. فهي صحيح. بنت بيئتها. صحيح. أدب الخيال العلمي، وحضرتك من الواضح انك انت محبة لهذا النوع من الأدب، وده واحدة من أوجه التشابه ما بين حضرتك هو بين دكتور صلاح معاطي. أدب الخيال العلمي حضرتك خدتي جائزة الأديب الكبير نهاد شريف في أدب الخيال العلمي. كلمينا عنه أكتر، وكلمينا عن الجائزة، وكلمينا عن حبك لهذا الجانب أدب الخيال العلمي. يعني دايما الأدب الخيال العلمي مرتبط بالرجال يمكن أكتر من السيدات. هو في حاجة مهمة جدا، يعني أبدأ بالجائزة. أنا كان نفسي من وأنا صغيرة يعني اسمي يقترن بإحسان عبد القدوس، بيوسف السباعي، بنجيب محفوظ. طبعا ده حاجة مهمة جدا. أنا خدت الجائزة يعني ناقد لقصة أنديل أم هاشم من رؤية نفسية لاغتراب في أدب يحيى حقي، و يعني جايزة إحسان عبد القدوس، يعني يحيى حقي وإحسان عبد القدوس في جايزة واحدة، 2 في 1 يعني. فطبعا كنت سعيدة جدا. وبعدين ما تتنسيش لأنها كانت ليلة الثورة،
فبالتالي او كانت احداث طبعا غيرت مجرى بلدنا مصر وكده، وطبعا احداث كلها عشناها وشفناها التغيرات اللي حدثت وما تعرضنا له او ما تعرضت له البلاد يعني. فطبعا كان مهمه جدا، تحسي انها مرحله فيصليه كده في حياه الواحد. طبعا هنا انا بطبق برضو الدراسه اللي خدتها على الادب، يعني دايما في بعد نفسي في كل عمل ادبي. الكاتب لما بيكتب اول حاجه بتلاقي انه في بعد نفسي انت بتشوفه في الشخصيه، في القصه، في الحكايه، فبالتالي كان نفسي انا ابرز ده في النقد يعني. دي حاجه. تاني حاجه بالنسبه لادب الخيال العلمي، ادب الخيال العلمي ليه احنا دايما بنقصر اي حاجه فيها تفكير، اي حاجه فيها علم على الرجل فقط؟ صحيح. فطبعا فهي برضو فيها خبث شويه يعني في تحدي. هو الحقيقه هو فيها تحدي. هي فيها تحدي. يعني دكتور صلاح معاطي طبعا طول الوقت بيفكر. فطبعا ده موجود في البيت، يعني لدرجه هقول لك ان هو سمى بنته نهاد على اسم نهاد. ايوه طبعا. طبعا نهاد شريف الله يرحمه. واحنا كنا يعني نهاد شريف بالنسبه لنا مع حفظ الالقاب، نهاد شريف كان ولادي لما هم كانوا صغيرين كانوا بيعتبروه جدهم، يعني كانوا فوقوا لما كبروا انه هو مش جدهم. والله. فهو كان مشترط لو انجبت اول طفل ولد بنت هو يمشي طبعا. فهو اختار اسم برضه من الذكاء. فنهاد شريف كان مستوعب قوي دكتور صلاح، وكان معانا قوي حتى في الحياه، وحتى احلامه كانت احلام بالخيال العلمي. وكنا بنتزاور، وكان بيتكلم ويقول لدرجه ان انا يمكن وانا بكتب روايتي مسلوري فقلت له ان انا بكتب روايه خيال، فاتبسط قوي ان في يعني مبادره. كمان دكتور سعد شجعني، قال لي طب ما تجربي، بدل كده بتكتبي، طب ما تجربي وتكتبي خيال علمي. فده مهم القراءات، يعني اي عمل هو بيكتبه انا لازم اقراه واقرا حواليه كمان، يعني الفكره بتدور عن ايه. ممكن دكتور صلاح يستقبل النقد من الدكتور عطيات؟ جدا بجد. وانا ناقده قاسيه جدا عليه. طب يستقبل النقد ويعني يغير ولا يستقبل النقد وانا هعمل في الاخر اللي انا عايزه؟ عادي، انا ممكن استقبل الى حد ما، يعني هو عنده مرونه جدا، بيتقبل جدا، وممكن تقوم خناقات كبيره جدا، وانا لا، ما انا شايفه ان الجزئيه دي لا مش عجباني. وعلى فكره انا بنقعد على منصه واحده وبنقده والناس بتستغرب ازاي انت قاسيه كده، انت بتنقديه النقد ده ازاي، وازاي هو يتحمل ده. فطبعا لا، يعني بيتقبل وممكن لو في حاجة لقت الهوى عنده انها تتغير اوكي بيغيرها. حاجة تانية ممكن هو لا مش مقتنع، مش مقتنع، يقول لي لا معلش انا دي لا انا متمسك بيها، فاوكي. وانا نفس الحكاية على فكرة. اكيد انت لو يعني احنا بنقعد في البيت الناس بتستغرب، طب انتوا بتكتبوا ازاي في البيت وازاي وانتوا بتنقضوا حقيقي بعض كده يعني. وحته انا بقى يعني في حته انا رافضاها تماما لما يتقال اصل شهادتك مجروحه بالنسبه، لا خالص مش مجروحه ابدا، لان انا بشهد على اعتبار ان الناس متخيله ان حضرتك على طول الخط هتبقي بتشهدي لصالحه او العكس يعني. فمش ممكن. لكن احنا يعني انما بعد ما حضرتك بتقولي بتقعدي على منصه واحده وبتعترضي على ده، فطبعا ما حدش هيقول لك ابدا. ممكن اقول له لا معلش ما تقولش دلوقتي، فالناس تستغرب ازاي وانت متحمل كده. لا انا لو منك اطلقها في البيت بقى. فلا، فهي دي قدر المرونه. انا كنت عايزه حد كده، حد يستوعبني، وحد لما اقول رايي وراي اخر هو من نوع المرن جدا، متقبل جدا للاراء. انا عايزه اقول لك ان اعياد الميلاد عندنا، سواء اعياد الميلاد في اسرتنا الصغيره او العيله الكبيره، بتقلب في الاخر بندوه يعني. طبعا يعني فالاعمام يعني كلهم رموز الحقيقه يعني. كله بيقول شعر، كله بيقول كذا، تحول لنقد. فالولاد طلعوا في الجو ده، لكن في اختلاف بينهم يعني. فنهاد بتكتب، نهاد كاتبه برضو خيال علمي، وخدت جايزه هايله في ادب الخيال العلمي مرتين. وطبعا الدكتور الكبير يوسف نوفل كان كاتب لها مقدمه حلوه قوي يعني هي. وبعدين بتحتفظ برضو بكتاباتها هي، يعني ما تحبش حد يغير لها في كتاباتها، وتتناقش وتكتب. رامي اتجاه علمي، هو مهندس بس باتجاه علمي ما شاء الله. ربنا يبارك ويخلي يا رب. ربنا يخلي. طيب هاخد حضرتك لادب الطفل
وما اصعب. يعني يمكن كلمه الطفل طفل، يعني صحيح. بنقول ايه دي كتابه بسيطه، لكن لما بندخل في دواخلها بنعرف كويس قوي انها من اصعب الكتابات، انك انت تتكلمي مع الطفل النهارده واحنا بنتكلم على طفل هذا اليوم اللي احنا فيه. والمقارنه بالاطفال قبل كده، يعني انا شايفه ان مفيش مقارنه اساسا خالص. في اختلاف شديد. ازاي حضرتك تكتبي للطفل وتقدري انك انت تجذبي هذا الطفل اللي النهارده بيستخدم التكنولوجي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مع مغريات الحياه ومتطلبات الحياه، الافكار المختلفه، الاطفال اللي احنا يمكن في قبل كده لحد سن 12 و13 و14 سنه بنعتبره طفل، النهارده 10 سنين هو ما بقاش طفل واصغر من كده كمان. يمكن في سن يعني دايما الكتاب بيغفلوها، وهي سن النشأة اللي هي بنقول من 8 ل 18. السن دي صعبة جدا، لانه هو زي ما انت قلتي لا هو طفل ولا هو كبير، ما لسه ما وصلش لمرحلة النضج والرشد يعني. فبالتالي انت في حتة صعبة قوي. فصحيح انا كتبت للسن اللي قبل كده، لكن انا دايما بركز على دي، لدرجة ان انا عملت حاجة موسوعتين اسمهم اطفال حكموا العالم. فبقول انه الطفل ده ممكن بكرة يكون حاكم، ممكن يكون رئيس جمهورية، صحيح. ممكن يكون قائد، ممكن يكون زعيم، ممكن كذا. مستقبل البلد، مستقبل احنا عايزين ننشأهم بحيث ان احنا نبقى مطمنين على مستقبل بلدنا. صحيح. فبالتالي لقيت انه في كتير جدا حوالين العالم حكموا وهم في سن صغيرة. فجت من هنا الفكرة. من الفراعنة. طبعا ده احنا يعني احنا عندنا بيبي طب ده حكم 100 سنه يعني. ممكن يبقى في خلاف سنه الا شهر، سنه الا مثلا كام شهر او كده. في قالوا مثلا 98 96 هو اتولد وفي بقه معلقه دهب، اتولد على العرش. بس طبعا كان فترته طويله جدا، لدرجه انها قامت بعديه جم بعديه اول ثوره تعتبر. كان مرت مصر بفتره صعبه جدا، بمجاعه رهيبه جدا. دايما مع طول فترة الحكم انت بتستنفدي خلاص يعني قوتك في الحكم، في العطاء، في كل حاجة. فبالتالي واحنا شفنا ومرينا بتجربة زي كده. احنا معانا غلاف كتاب دكتور مشرفة. ده دكتور مشرفة. دكتور مشرفة من دمياط. شفتي تعصبتي ازاي. طبعا ده حد من العظماء يعني، ورغم وانا قابلت بنته كمان. انا عملت حوار معاها الحقيقة، كان حاجة اجمل الحوارات اللي عملتها معاها، وكانت سعيدة. كل ساعة تقول لي طب انت ما عصرتيش دكتور مشرفة؟ بالظبط. ايه الحماس ايه الحماس ده، لانه كان كتب كتاب وقد ايه تحمست لانه تحس ان صادق. لما الراجل ده تقاطع مع اينشتاين ويصحح له معادله، احنا قد ايه ما بنكرمش علمائنا يعني. لما يعرض عليه اينشتاين ان هو يشتغل في الجامعه بتاعته ويرفض ويعود، يقول له لا انا هناك في طلبه في بلدي محتاجين لي ارجع تاني ان انا اعلمهم. فطبعا لما نوصل ده للنشء نديلهم الشخصيات دي. طبعا هو كتاب للكبار، لكن انا بتكلم بقول ازاي نقدم نماذج مشرفه لبلدنا. لعقول عندنا. احنا عندنا كل علمائنا الافذاذ اللي سافروا بيضرب بيهم المثل، وللاسف هم ما بيلاقوش الترحاب ده من داخل بلدهم. ربما يسافروا وهم محبطين، ولما يسافروا هناك ويلاقوا الجو مناسب يبدعوا ويعطوا زويل. ولما رجع احنا عارفين مسلسل اغتيال العلماء قد ايه مفيش عالم بينبغ في ذره او في مجال ممكن يطور مصر الا لما بيقضى عليه. فبالتالي هو الطفل انت لو ما غرستيش في ده هيطلع ازاي؟ صحيح. لما تغرسي فيه العلم، اهم حاجه العلم والاخلاق، يعني العلم والدين. فبالتالي ده مهم جدا. عملت كمان نساء حكمنا العالم. فانت عشان تكتبي للطفل انت لازم تقري في التاريخ وفي العلم وفي الدين وفي كل حاجه، وتوصلي لهم ده في سن بتبقى صعبه جدا، وهي سن النشأة دي في مقاومه منه. هو مش عايز يبقى تقليدي، مش عايز ياخد منك اوامر. وطبعا زي ما حضرتك قلتي انه العالم اتغير، وانت طفل النهارده مش هو الطفل بتاع زمان. مش حتى مش طفولتك انت، يعني طفولتك اختلفت طبعًا. عن طفل النهارده طبعًا. عن ابنك والاجيال اللي جت كمان ورا ابنك. يعني النهارده لو انا هتكلم عن ابني، لا ده في اجيال جت بعديه. لا طبعا. يعني كذا اولادنا بتهيألي يعني الحمد لله احنا يعني شويه عدينا بيهم الحمد لله. الجميل انك انت في البدايه بتلاقي التمرد ده
لكن بعد شويه بتلاقي الطفل يقول لك والله عندك حق. احنا النهارده بنتكلم على الكلام اللي قاله لنا ابهاتنا وامهاتنا، بنقول يا كان عندهم حق الناس دي. بعدين كان في مساحه ان انت تسمعي. النهارده الاجيال الجديده والولاد الصغيرين مش بيسمعوا، مش بيقعدوا. مين اللي هيقعد عشان يسمعك؟ هو انت بتكلميه وهو ماسك اللاب او الموبايل او الايفون يعني بتاعه، هو مش معاكي. وحتى لو باصص لك هو مش معاكي. صحيح. ولو على الاكل على كل حاجه، انا بشوف ناس وعجبوني الحقيقه في قراراتهم دي، او جده او كذا، اللي هو الموبايل يتقفل صادر على الباب وخلاص انت الفتره اللي قاعدها معايا انت معايا بس تواصل. لدرجه انت بتشوفي طبعا البوسترات اما النور بيقطع يقول لك انا اول مره اقعد مع عيلتي، انا والله اتبسطت قوي اتعرفت عليهم. فقد كده ده على فكره مش هزار، ده كده حاجه تحزن الانسان لانك انت غريب عن اهلك. صحيح. هنا بقى الاغتراب اهو رجعنا. ده حقيقي. فبقى بمعدل كبير انا عايش مع ناس انا مش عارفهم، وبعد ما يروحوا يقول يا ريتني قعدت الوقت ده مع بابا حيث لا ينفع الندم. خلاص انتهت. فمهم قوي انك تعايش الاب والام والاخوات ويبقى انت سند ليهم، وتبقى سند للاخت، والاخت تبقى عون للاخ. ده مهم. صحيح. وان احنا لما بنقعد معاهم فترات كتير قوي بتبقى هي دي احيانا الذكرى الجميله طبعاً. اللي انت بتفضلي فاكراها وبتفضلي عندك حنين ليها. يعني احنا الذاكره اللي جوانا هي اتنشأت من ايه؟ انت بتشوفي عبق التاريخ. صحيح. والذكرى وبتشم ريحه بالزبط. فهو ده اللي فلازم تكون الذكرى حلوه بشكلها. صحيح. برائحتها بكل مكوناتها. صحيح. فده مهم. أنا يعني سعيدة جدا بهذا اللقاء. شكرا. وشرفتينا ونورتينا في لقاء خاص يا دكتور. شكرا. أنا اللي بشكرك على حوارك الجميل الممتع، وإنك أنت قلبتي في حياتي وجبتي حاجات كتيرة جدا مع بعضها من أول الطفولة لغاية النهاردة. فميرسي ليكي والبرنامج الجميل والإعداد. ربنا يخليكي. أسعدتينا يا دكتور، أسعدتينا بوجودك معانا. بشكر ضيفتي اللي نورتنا النهاردة الإعلامية والكاتبة الدكتورة عطيات أبو العينين. وبكده مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا. أشكركم على حسن المتابعة وأنقل لكم تحيات فريق البرنامج وتحياتي داليا العلايلي. الأسبوع الجاي حلقة جديدة وضيف جديد، البداية والنشأة، النجاحات والتحديات في لقاء خاص. إلى اللقاء.